صرح الدكتور عبد الكبير الحسني أن السيد وزير التربية والتعليم في المغرب قد اعترف أن مشروع تدريس العلوم بالفرنسية قد فشل فشلا كبيرا، مؤكدا الدكتور في الوقت نفسه أن الرهان الذي وضع من خلاله المشروع كان يروم وضع التلاميذ على سكة العلم بلغة العلم، لكن سرعان ما اكتشف أن الأمر لا يعدو أن يكون مساحيق تجميل فوق منظومة تعيش على التجريب والتخريب. فتبين بعد ذلك وباعتراف رسمي أنه كان سببا في الهدر المدرسي، وهي الآفة التي عاشت المنظومة بأكملها على محاربتها، مما يعطي الانطباع أن قطاع التعليم الذي يدار بالسياسة لا تصلح أرضه لها. التعليم يندار بالعلم والمعرفة والعقل المنفتح على الخصوصيات الاجتماعية والبيئية، وليس استيراد النظريات والمقاربات والتجارب البيداغوجية التي فشلت كلها في تقديم المرجو منها، لأن البيئة الحاضنة لا تصلح لها إطلاقا. فلو استثمرت الوزارة الوصية في العربية بشكل جدي لكانت النتائج اليوم مختلفة تماما. فالأمر يحتاج إلى إرادة سياسية تقطع الشك باليقين بأن اللغة الرسمية للتدريس هي العربية، لأنها لغة علم ولغة تطور ولغة هوية ولغة حضارة ولغة معيارية تضمن التواصل مع المحيط بشكل فعال. فلا حاجة للعربي إلى لغة أخرى لفهم واقعه، واللبيب بالإشارة يفهم.